عدة تقنيات الملاحة بالأقمار الصناعية GPS وأنظمة القصور الذاتي INAS، وقد يشمل نظام تتبع التضاريس تيركوم أو حتى نظام مطابقة المشاهد DS100AC، فيبصر الأرض ويحفظ شكلها ويقارن الصور في أثناء الطيران بصور مخزنة سابقا، ليتأكد أنه يسير في المسار المثالي حتى لحظة الاصطدام. المقطع الثاني: لماذا صنع الصاروخ المجنح؟ في عالم الحروب الحديثة ظهرت الحاجة إلى سلاح يهاجم بدقة عالية ويصعب اكتشافه في الوقت المناسب للتصدي له. الصواريخ الباليستية قوية وسريعة، لكنها تمر بمراحل طيران قوسية مرتفعة تجعل كشفها أسهل ومعالجة تصديها أنجع، حيث يمكن تتبعها بالرادارات منذ لحظة الإطلاق حتى السقوط. لذلك